السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أينما كنتم أينما وجدتم. معكم رانيا سمير. منورين يا حبايبي يا حلوين. اللي يعرفني أهلا ومرحبا بك، واللي ما تعرفنيش نورتني، والأعداء طز فيكم. هفضل حرقة دمكم. طبعا بمناسبة السعيدة بتاعت النهاردة، بمناسبة ان الشخصية الحقيرة اللي بتشهر ببنات مصر، الحمد لله. هو صحيح الحاجة دي ما تخصناش، ولكن ربنا كبير قوي، ربنا ما بيقبلش بالظلم. هي ياما شهرت بالناس، انا واحدة من الناس قعدت تقول ده انا عليا حق ومش عارفة ايه. اهو يا خرتت انتي، قانونا حكم نازلك على بطاقتك. مبروك عليكي، عقبال الباقي اللي هو يخصنا احنا بقى. وان شاء الله باذن الله هتدفعي تمن اعمالك القذرة كلها. طبعا ده انا هعمل حلويات، حاجة ممكن في ناس عارفاها وناس مش عارفاها. الناس بتاعت دمياط هتكون عارفاها، وبورسعيد حاجة اسمها عزيزة اللذيذة. انا بحبها. طبعا عندنا المكونات بتاعتها مكرونة وحليب وقشطة وعسل وسكر وسمنة وفانيليا، وكيس طبعا كريم جانتيه ده اختياري، ومعلقتين نشا. طبعا انا دلوقتي الكيس المكرونه ده مش هستخدمه كله. طبعا الكيس المكرونه ده 400 جرام، هاخد منه 200 جرام وهسلقهم سلق مبرحا. هسلق المكرونه وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. ملحوظه، بعد ما بنسلق المكرونه احنا ما بنغسلهاش. يعني المكرونه دي مش زي مكرونه الاكل بتتغسل، لا هي بتسلقي، انا هاخد نصها بالظبط اسلقه، وبعد كده بس اصفيه من الميه واجيبه احطه في الخلاط مع الحليب. خليكم معايا. ملحوظه كمان، احنا لما بنسلق المكرونه ما بنحطش فيها لا زيت ولا ملح، لان ده طبعا حاجه سكريات، فما بنحطش فيها اي حاجه من الحاجات دي. احنا بس بنسلقها ونصفيها من الميه بتاعتها. والحليب طبعا لو انت جايبه حليب طبيعي، اللي هو بيجي من عند اللبان، بتغليه طبعا. اما بالنسبه اللي هو الحليب المعلب ده لا، ما بيتغليش. انا بحط عليه بارد علشان طبعا اللي هتغليه هتسيبيه يبرد عشان لما تحطيه في الخلاط. وبعد ما سلقنا المكرونه زي ما قلت لكم كده سلقا مبرحا وخلاص، يعني قربت تتهري، بنحطها فين؟ في الخلاط. بنصفيها من الميه اللي فيها وما بنغسلهاش ونحطها في الخلاط. بعد كده هننزل عليها طبعا احنا معانا رتل حليب، هننزل عليها بتلات ارباع الحليب اللي موجود عندنا، ونسيب حوالي كوبايه حليب بره عشان نعمل بيها النشا. طبعا بعد ما ضربناها في الخلاط وبقى يعني عامل زي الكريمه كده المكرونه مع الحليب، هننزل بقى تدريجيا. هناخد الكريم جانتيه، هناخد الكيس اللي عندنا ده هنحطه معاها، وهناخد السكر حسب الرغبه. السكر يا جماعه دايما ده حسب الرغبه، في ناس بتحب السكر كتير، في ناس بتحب السكر قليل، دي بقى بتاعتك انت. هو المفروض بحط لها كوبايه سكر كبيره، فانا على حسب بقى. ممكن تحطي كوبايه وربع، ممكن تحطي كوبايه الا ربع، انت حره في مقدار السكر. بعد ما نحط الكريم جانتيه، كيس الكريم جانتيه، لو هتعملي اكتر من كده بتزودي الكريم جانتيه. لو هتعملي على قد الرتل بس، هو كيس حلو جدا يعني. وساعات انا لما بيبقى موجود عندي اكتر من كيس بصراحه بزود لها كريم جانتيه، بيديها كده ايه طراوه وحاجه حلوه كده. كده بحطها في حله وهرفعها عن النار. بس ده المفروض يكون قوامها يعني، وانتي بتضربيها في الخلاط لو لقيتيها محتاجه شويه حليب بتزودي لها. هي بتاخد من رتل لرتل وربع برضو حليب. بتزودي لها ليه؟ لان انا محتاجه ان القوام دوت، او محتاجه ان الخلطه دي تغلي شويه على النار، حاجه بسيطه كده، تاخد بس غلوه تبقبق كده بعضها، لغايه لما احضر لها كوبايه النشا مع الحليب. يعني بحط لها معلقتين نشا مع شويه حليب، علشان برضو انا عايزاها ايه لما تغلي تبتدي تتجانس كلها مع بعضيها. طبعا بعد كده هجيب شويه الحليب بتوعي دول وهحط فيهم من معلقتين لثلاث معالق نشا، على حسب ما هتحسي ان انتي هي محتاجه نشا قد ايه. لان هي المفروض بتبقى عامله زي الكيكه الهشه كده. يعني هي لما تيجي تنزليها قبل ما تحطيها في الفرن بتبقى شبه الكيكه الهشه. يعني طبعا احنا لسه هنحطها في الفرن. هجيب صينيه دلوقتي وادهنها كلها سمنه. هي اول ما تبتدي تغلي كده وتبتدي تغلي من النص، ننزل عليها على طول بالكوبايه الحليب اللي معانا دي بشويه ايه النشا اللي فيهم، وايه معلقه الفانيليا بنحطها مع النشا برده وندوبها عشان تبقى تخلي ريحتها حلوه. تجيبي صينيه وتغلفيها كلها بالزبده كده او السمنه. انا بصراحه بحبها بالسمنه اكتر من الزبده. جربتها بالزبده، لا الزبده بتنشف، لكن السمنه مش بتخليني احتاج ان انا احط على وشها سمنه مع القشطه والعسل. هي بعد ما غليت وده بقى قوامها، هنزل بقى فيها بشويه جوز هند وزبيب، ولو عندك مكسرات وتقلبيهم مع بعض قبل ما احطها في صينيه. طبعا ده بيبقى شكلها كده قبل ما ندخلها الفرن. وطبعا بتبقى شبه يعني الكيكه، ولكن ايه تقيله شويه، لونها ابيض كده وجميل. ربنا يجعل ايامنا كلها بيضه على راي مامتي الافتراضيه. روحي يا رانيا يا بنت قلبي يا حبيبه روحي روحي، ربنا يجعل
كل ايامك بيضة زي قلبك، ويجعلها سودة على كل اعدائي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هدخلها الفرن، وبعد ما تطلع بقى من الفرن هقولك. طبعا بندخلها الفرن على اعلى درجة في الفرن 220 او 180 حسب الفرن بتاعك ايه، وبنسيبها حوالي نص ساعة. واول ما بنطلعها من الفرن بعدين بندهن وشها بالقشطة والعسل، ونرجع ندخلها الفرن تاني. بعد ما بنسيبها حوالي نص ساعة كده، هي تقريبا بتبقى يعني ايه فتحت من تحت شوية كده، وتحس ان هي ايه مسكت نفسها من الجناب، ولونها شبه اتغير شوية. بعدين هنبتدي بقى ايه ندهنها الاول بالقشطة. هنمسك بقى علبة القشطة اللي معانا دي، او لو انت بتجيبي قشطة سايبة اي حاجة تدهني وشها كله قشطة. خليكم معايا كده، نحط القشطة كده ونبتدي ايه نفرد بالمعلقة بالراحة. طبعا بعد ما بنغلف وشها كده بالقشطة، بنغلف برضو وشها بالعسل النحل تاني، وبنحطها بقى في الفرن تاني. طبعا احنا هنبتدي ننزل عليها العسل كده برضو بالمعلقة، هنبتدي نسوي العسل كده عليها نظرها كده. بعدين بنرجعها الفرن تاني لغاية لما تمسك نفسها تاني بالطبقة الجديدة اللي احنا حطيناها لها دي. بعدين بنشغل عليها الشواية لمدة 5 دقايق. وطبعا وبتبقى تحفة، طعمها حلو جدا، ومن الحلويات اللي انا بصراحة بحبها جدا. انا تقريبا بعملها على طول، بعملها كتير، من ضمن الحلويات يعني اللي انا معتمداها وبحبها. سهلة وناعمة وجميلة كده وطعمها حلو. طبعا بعد ما حطيتها حوالي ربع ساعة تاني في الفرن، رجعت فتحت لها الشوايه، وده بقى شكلها النهائي. بنسيبها بقى تبرد خالص، لان طبعا هي دلوقتي وهي بتاع دوت سخنه بتبقى عامله زي الجيلي. فلما بتبرد بتمسك في نفسها كده، وتقدري تطلعيها خرط، وتقطعيها وتطلعيها خرط. وبالهنا والشفا. وكان معكم رانيا سمير، والسلاماتي، واللي متغاظ مننا يعمل زينا. ده شكلها النهائي بعد ما بتبرد خالص، وببتدي اقطعها. وبالهنا والشفا على قلب كل اللي يعمل زيها. طبعا ملحوظه مهمه جدا، انا كست بيت مثلا ما بزودش فيها المكرونه عشان انا بحبها كده، لكن طبعا المحلات فعشان كده بتبقى صعبه شويه في التقطيع. بس اهو بقطعها وبعرف اطلعها قطعه بقطعه يعني، لانها بتبقى طريه، بتبقى عامله زي يعني ايه، هي كريميه شويه. بس ماسكه نفسها نوعا ما برضو يعني. لكن بالنسبه للمحلات الحلويات في بورسعيد او دمياط، هم بيبقوا مزودين المكرونه شويه. فانت بقى بدماغك، انت حابه ان انت تزودي المكرونه براحتك. بيبقوا مخليينها قوامها حتى لما بتطلع على النار اكتر، يعني اتقل من القوام اللي انا وريته لكم لما انا بضربها في الخلاط، بنزلها من على الخلاط على النار. وممكن يزودوا النشا برضو. بس انا بشوف يعني، انا جربتها بكذا طريقه، فبشوف ان الطريقه دي طعمها فيها احلى، جوسي كده وحلوه يعني. المهم ان انت تعرفي تقطعيها وتطلعيها خرطه بخرطه كده، بس سيبيها تبرد خالص. وممكن تحطيها في التلاجة على فكره تبرد خالص. بس انا بصراحه عشان الجو ساقع اليومين دول ما بحطهاش في التلاجة، انا بسيبها كده تبرد شويه نصايه كده. بعدين بقوم ايه مقطعه منها بالراحه ومطلعاها خرطه بخرطه. وبالهنا والشفا، بون ابيتي. كان معكم رانيا سمير.